هالو سويت هارت، انا عارفه انك بعت السؤال ده عشان اقول لك في امل حتى لو عضلات رجلك ضعيفه هتبقى اقوى وفي امل اند سو اون. انا هكون صريحه معاكي، وفي امل في حاله واحده بس، لو انت عملتي عليكي، لكن مفيش امل لو ما خدتيش اي خطوه مختلفه عن اللي بتعمليه دلوقتي. فلو عضلاتك ضعيفه وقررتي ان انا هفضل قاعده في مكاني مش هعمل اي خطوه ان شاء الله هيحصل لوحدها حاجه تقوي رجلي، ده مش هيحصل. لكن خدتي خطوه، لا اهم حاجه الصحه، انا مش هستسلم، انا هغير حياتي، هبتدي اتحرك اكتر، انزل اتمشى، ابتدي ان انا اقف في مكاني، ابتدي ان انا ارفع رجلي، مثلا واقفه في مكاني ابتدي ان انا ارفع رجلي لفوق، ابتدي وانا قاعده حتى على الكرسي ان انا افرد رجلي واتنيها. لو اخدتي اي خطوه مختلفه حتى لو خطوه بسيطه هتفرق تغيير بسيط. لو خدتي خطوه كبيره وعملتي يور كوميتد وانك انت فعلا كنتي ملتزمه وعايزه تغيري حياتك هتشوفي تغيير كبير. فالتغيير في ايدك وسيبي بقى ربنا. لو سبتي الموضوع بس كده ان شاء الله يحصل امل لوحده.